ايه احساسك لما كنت اول مره تسافر المانيا لوحدك؟ اوكي، انا عارف ان المعلومه دي مهمه جدا لكل الشباب اللي نفسها تسافر ونفسها تغترب ونفسها تروح اوروبا، فانا هجاوب عليه بصراحه. واول مره هفتح قلبي معاكم كده، اخوكم خلود. انا اصلا مغترب من وانا عندي 20 سنه وعايش في المانيا، ويا دوبك بس اخر سنه اللي هي 2025 بدات انزل مصر باستمرار، لكن قبلها كنت بنزل كل سنه مره، كل سنتين مره. ايه احساسي؟ كان صعب جدا، وكنت خايف وكنت بعيط، وقعدت سنة كاملة بعيط لوحدي. والغربة في أولها صعبة، بعد كده بتقتلك، يعني بتقتل حتة جواك، بتخليك خلاص مش بتحس زي ما كنت بتحس في الأول. بتنورمالايز الحاجات جواك، بتنورمالايز إن الناس بتوحشك وإن أنت ما بتشوفهمش، بتنورمالايز إن أنت عايش لوحدك، بتنورمالايز إن أنت بتبقى تعبان ومش عايز تقول لأهلك عشان ما تقلهمش، فأنت خلاص بتتعود على ده. فلأي حد عايز يسافر الإحساس صعب جدا، لكن لو أنت راجل راجل وقد المسؤولية، هتصنع منك شخصية انت ما كنتش تحلم ان انت توصل لها. فايه احساسك لما كنت اول مرة تسافر المانيا لوحدك؟ كان صعب جدا.